السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ليه بقى نجيب عيش حواوشي من بره؟ الرغيف بقى ب40 جنيه، والله اعلم دلوقتي بقى بكام، مش عارفة والله. المهم يعني انا بنص كيلو لحمة بس مفرومة هعمل 8 ترغيفة ما شاء الله، وطبعا هوفر كتير جدا بدل ما اشتريه من بره لولادي بالغالي هعمله برخيص. هو نص كيلو لحمة بس عملت منه 8 ترغيفة عيش. ممكن كمان ازود عدد الارغفة من ان انا اقلل كمية اللحمة. طبعا دي كمية حلوة انا بحبها مظبوطة جدا كده. واحنا قلنا نعملها بطريقتين، طريقة في الفرن وطريقة على البوتاجاز. انا ما عنديش فرن هعمله على البوتاجاز ومحدش ليه حجة، ونبتدي نعمل مع بعض ان شاء الله. انا عندي 3 بصلات صغيرين او بصلتين كبار، بقطعهم عشان هفرمهم في الكبة. وانا برميش حاجة، الجزء الاخير من البصلة ده بحب احوشه وبعمله للشربات. عندي نص كيلو لحمة اهوت، بحط عليهم البصل بتاعي اللي انا فرمته مفروم ناعم طبعا. بعد كده بجيب طماطمتين اتنين بس بقطعهم صغير، وفلفلتين، واحدة رومي وواحدة حامية. عندي توابل بتاعتي، عندي كركم وتوابل الحواوشي، وبحط بقى معاهم حبة قرفة كده صغيرة وحبة جنزبيل وكزبرة. وبعد كده بحط معلقة ونص صغيرين ملح، وبقلب كل الخليط ده كويس لحد ما يتجانس مع بعضه. انا معلش انا بحب اشتغل بايديا، طبعا ايدي نضيفة، انا بحب اعمل كل حاجة بايدي. فانا كده ايه خلاص خلصت قلبت كل الحاجات بتاعتي. بجيب العيش بقى بفتحه، العيش البلدي الجميل بتاعنا، رغيف كبير ما شاء الله، من الفرن مش السياحي، العيش الفرن العادي. وبعد كده بجيب كمية لحمة حلوة وابتدي افرد. انا بحط كمية اللحمة ازاي؟ ان انا بفرد بايدي بين ايديا الاتنين، فبحس باللحمة كميتها قد ايه، مظبوطة او قليلة، تمام. وببتدي افرده في كل الجوانب لان اللحمة بتكش، فبفرده كويس جدا من كل الجوانب بتاعة الرغيف بتاعي. وما شاء الله الرغيف بيتملي. وبعد كده وانا بعد ما اخلصه بحط ايدي اتنين عليه كده واشوف برضو بفرد بايديا الاتنين بعد ما يتقفل، وهكذا لحد ما اخلص كل الكميه بتاعتي. طبعا انا مشغله الفرن سخن عشان خاطر احطه في فرن البوتاجاز. لو انت ما عندكيش فرن ممكن هنعمله دلوقتي في الطاسه عادي على البوتاجاز، وبرضو بتبقى سريعه جدا وجميله وبتطلع نفس النتيجه كمان، بل اطعم والذ. انا ببتدي احشي العيش بتاعي بالحواوشي، ولو عايزه تزودي عدد الارغفه بتزودي البصل بتزودي الخضار، طبعا بتبقى جميله. انا عندي كده حطيت في جزء في الفرن وده جزء على الطاسه. بسخن الطاسه واحط معلقه زيت واحده وابتدي ان انا اقلب فيها العيش بالشكل ده. وبعدين انا بحطه كده دقيقه، وبعد كده بجيب غطا وبغطيه بحيث ان هو البخار يخش جوه ويتغلغل عشان اللحمه تستوي. مفيش 4 دقايق وبقلبها، بشيل الغطا وبقلبه واغطيه تاني دقيقتين، وبعد كده بشيل الغطا خلاص استوى ما شاء الله، وبس اتلزع سنه بس برضو مقرمش وجميل. بشيله بقى على منديل ورق بس كميه الزيت تخرج منه. بصوا شكله عامل ازاي، واللحمه فيه جميله مفروده وجميله جدا، واو طعمه لذيذ. ده العيش اللي احنا عملناه في الفرن. طبعا هو بيبقى ناشف شويه، لو انا عايزاه طري اول ما بيخرج من الفرن بروح حاطاه في حله وبغطيها، بيطرى معايا جدا. لو عايزاه ينشف شويه حطه في الفرن يسخن هتلاقيه بقى ناشف معاكي. ودي كميه العيش اللي انا عملتها، شايفين؟ ولا استغلال المحلات ولا اي حاجه، وسهله وسريعه جدا ما بتاخدش وقت. وده الرغيف اللي احنا عملناه على الطاسه، لذيذه برضو جدا. وعملنا سلطه الطحينه، والتقديم بقى زي ما انتي تحبي، والهنا والشفا. ربنا يصلح بين ايديكم، وان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.